في هاد الفيديو غادي نكملوا الجزء الثاني اللي كنا ديجا بدينا في الجزء الاول ديال المعلومات عن الدراجات ولا معلومات عن السباقات الاخطر في العالم اللي هي الموتو جي بي. هذا الفيديو هذا الجزء الثاني شنو غادي يكون فيه شنو هما القوانين ديال الموتو جي بي. يلا مشينا. واش كتعرف بان الموتور ديال الموتو جي بي كيسوق الموتور اسرع من الطياره في الاقلاع، ولكن السرعه ماشي هي كلشي. القوانين الصارمه هي اللي كتحكم في هذا العالم. خليك معايا نكتشفوا القوانين كامله ديال الموتو جي بي بالتفاصيل الممله. غادي نبداو بستار. البدايه السباق كيبدا من الجريد اللي هي شبكه انطلاق اللي كتحددها الكواليفين. خاص كل دراج يكون في المكان ديالو. عندك الاضواء الحمراء اللي كيطفاو السباق كيبدا. اذا شي دراج تحرك قبل ما يطفاو كياخذ العقوبه اللي هي لونج لاب بينالتي ولا رايد تراك بينالتي. اللي هما رايد تراك بينالتي كيكون من اقصى العقوبات بالدراج خاصو يدخل مباشره بيتلان هو طريق الجانبي في السباق اللي كيستعملوا السائقين باش يدخلوا الصيانه ولا تغيير الاطارات او الوقود بلا ما يعرقلوا السباق الرئيسي. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. قلنا الدراج خاصو يدخل البيتلان ويمشي كامل الممر بسرعه محدده 60 حتى 80 كيلومتر، ما يوقفش غير يدور ويخرج يكمل السباق ديالو. هادشي كامل كيضيع عليه 20 حتى 25 ثانيه، يعني يقدر ينزل من المراتب الاولى للمراتب الاخيره بسهوله. اوكي، دابا غندوزو لونغ لاب بينالتي. هذه اخف بزاف من هاد العقوبه اللي قلناها دابا. في الحلبة كيكون مسار اضافي طويل شويه مرسوم باللون ابيض. خاص الدراج يدخل ليه في اللفه من اللفات ويدور منه. يخسر عليه واحد 2 حتى 3 ثواني تقريبا. شوف، اذا فهمتي هاد جوج مخالفات هادو بالضبط فانا نقدر نقول لك فهمتي 50% من القوانين ديال الموتو جي بي. في الفيديو اللي فات كنت هضرت لكم على كيفاش كيتحسبوا النقاط وكيفاش كيختاروا البطل ديال الموسم. غادي نعاود نشرحهم ان شاء الله في الفيديو هذا، غير هو خصك تركز معاه. دابا غادي نشوفوا نظام النقاط كتعطى حسب الترتيب. الاولاني كدي 25 نقطه، الثاني كدي 20 نقطه، الثالث كدي 16 نقطه، الرابع كدي 13، الخامس كدي 11 نقطه، وكتبقى هابطه تدريجيا. دابا شفنا النظام ديال النقاط ياك، اجي نشوف كيفاش كيختاروا البطل ديال الموسم. الموسم كله كيكون فيه ما بين 20 حتى 22 سباق ياك. كل سباق اعلى نقطه فيه هي 25. كيبقاو يلعبوا حتى كيسالوا السباقات كاملين وكيحسبوا النقاط وكيشوفوا اللي عنده اعلى نقطه كيكون هذاك هو بطل العالم ديال الموتو جي بي. هاد الشرح هذا اللي شرحت لكم دابا ماخوذ من الفيديو السابق اللي هو الجزء الاول. الناس اللي ما تفرجوش فيه انا خديت لكم واحد البارتيه زوينه من داك الفيديو حطيتها لكم في هذا الفيديو هذا، ودخلوا ليه راه فيه بزاف ديال المعلومات اكثر من هادو. المهم اجي دابا ندوزو للاعلام لي فلاك اللي هما الرايات. في الحلبة الحكام كيستعملوا الأعلام باش يعطيو الإشارات. عندك العلم الأصفر كيعني لك خطر قدامك، حادث ولا شي موطار طايح ممنوع تدوز. العلم الأحمر كيعني السباق توقف، حادث خطير ولا شروط ماشي أمينة. أبيض ممكن تبدل الدراجة مثلا ملي تبدا الشتا. والأزرق عندك الدراج غادي تجاوزك، يعني كاين واحد الموطار موراك غادي يضوبلك خاصك تخلي بلاصتو. مربع الاسود فيه رقم كيعني الدراج عنده عقوبه ولا مشكل ميكانيكي خاصو يدخل البيت هي هذيك اللي قلنا في الاول، البلاصه اللي كيبدلوا فيها ليسانس ولا كيبدلوا فيها الموتور، هذيك هي البيت. مربع اسود برتقالي مشكل خطير في الدراجه خاصو يوقف. 3 الاوفرتيكين اولا تجاوز مسموح ولكن خاصو يكون نظيف. اذا الدراج دخل بعنف ودار كونتاك خطير كياخذ العقوبه. شوف هاد المرحله هادي ركز معايا فيها مزيان. دابا غادي نهضروا على التجاوز الدوبلاج. ممنوع تخرج خارج الحدود ديال الحلبة باش تدوبل. بحالاش دابا انا نشرح لك. انا سايق من موراك وانت غادي قدامي ياك، طليت على يدي اليمين بغيت ندوبلك، بان ليا كاين المنحنى، يعني كاين الفيراج، يعني خطير انني ندوبلك تما حيت نقدر نطيحوا انا وياك. اولا كاين بزاف ديال لي موطار غاديين في الجنب ديالنا يعني ما نقدرش ندوبل. طليت على يدي الشمال بان لي كاين الخط ديال الحلبة، يعني الحدود ديال الحلبة. في كلتا الحالتين اذا مشيت على اليمين ولا مشيت على الشمال غادي ندير خطا. يعني كاين الحل الواحد اللي هو انك انت غترجع في بلاصتي وانا غنرجع في بلاصتك. انت غادي تفراني وانا غادي ندوز ومورا انت تشد بلاصتي. اذا مشيتي حتى خرجتي من الحلبة كتسمى انك طحتي في الخطا. يعني هنايا كيعليو لك الرايه ديال مربع اسود فيه الرقم اللي كيعني الدراج عنده عقوبه ولا يقدر يخرج مره من السباق. حتى لهنا كلشي مزيان. دابا غادي نهضروا على تراك ليميتس، الحدود الحلبة. كل حلبة عندها خط ابيض هو الحد. اذا الدراج خرج برجليه كاملين خارج الخط كيتحسب عليه خطا. اذا تكررت هذه العمليه دي بزاف كياخذ لونغ لاب بينالتي اللي شرحناها في الاول. في اللفه الاخيره اخر لفه وغادي يسالي السباق
اذا خرجتي من الخط الابيض ممكن تحرم المركز ديالك مره. بالنسبه للعقوبات بينالتيز كاينه 5 ديال العقوبات. العقوبه الاولانيه اللي هي الوارنينغ، مجرد انذار، هذه بحال نقول لك كارطه صفراء. العقوبه الثانيه لونغ لاب بينالتي، هذه ديجا كنا شرحناها، خاص الدراج يدوز من مسار طويل مرسوم في الحلبه، هادشي كيضيع عليه الثواني. رايت روك بينالتي هذه كنا هضرنا عليها، اللي خاص الدراج يدخل بيتلا ويدوز منه بلا ما يوقف، هادشي كيضيع عليه وقت كبير. دابا بقاو لينا جوج، تايم بينالتي وديسكواليفيكاسيون. تايم بينالتي كيضيفوا ليه الثواني للوقت النهائي. مثال، منظمين كيقولوا سيدي داك الدراج رقم فلاني فلاني غنديروا ليه خطا ديال تايم بينالتي، ماشي هما بغاو، يعني انت كتكون طاحتي في داك الخطا. تايم بينالتي كيزيدوك 3 ديال الثواني، يعني حتى الا سال السباق في المركز الثالث غادي يزيدوا لك 3 ثواني على التوقيت النهائي، والنتيجه ديال هادشي يقدر يهبطك المركز الرابع ولا الخامس حسب الترتيب. غادي نعطيك واحد المثال غادي يشرح لك هاد الفقره هذه مزيانه، ياك ركز معايا. دخلت انا الاولاني ب 20 ثانيه، ياك يعني انا هو الاول في السباق، اللي من مورايا في المركز الثاني عنده 21 ثانيه، اذا انا قدرت نتجاوزه غير بثانيه وحده وربحته. اذا طحت في ديك الخطا ديال التايم بينالتي غادي يزيدوني 3 ديال الثواني، غنولي انا عندي 23 ثانيه، اذا انا ما غنبقاش في المركز الاولاني. اللي من مورايا عنده 21 غيدوز هو الاول، واش فهمتي، وانا غنرجع للور. يقدر حتى في المركز الثالث ما يكونش واصل 23 ثانيه، يقدر يكون 22 ثانيه، اذا حتى هو غيدوز هو الثاني. اذا هاد التايم بينالتي كتخليك تراجع في المراكز ديالك حسب الترتيب. دابا ندوزو للتغيير ديال الدراجه. تبدل الموتور خصو يتبدل. فاش؟ بعض السباقات كيكون فيها الطقس متقلب، ملي كيشعلوا العالم الابيض ممكن انك انت تدخل البيت لاند اللي قلنا في الاول، ويتبدل الموتور كله، ماشي غير الرويضه، تتبدل الموتور كله حسب الجو، اذا كان الشمس واذا كانت الشتا. ممنوع تبدل غير الكافور بوحدو، خصك تبدل الدراجه كامله. بالنسبه للسلامه الطرقيه ديال الدراجين كاينه سيفتي كار وكاينه ميديكال كار، ماشي بحال الفورمولا 1 ما كاينش سيفتي كار، كاينه سيفتي بايك اللي يقدر يتدخل في بعض الحالات. زائد ميديكال كار كتكون قريبه بزاف من الحلبه باش تدخل في اي لحظه. اخر حاجه عندنا في هذا الفيديو هذا اللي هي الاخلاقيات والقوانين العامه. اول حاجه اللي هي ممنوع ضرب الدراج اخر عن قصد، يعني انا نديز من داك وانت غادي تضربني برجلك ولا غادي تدفعني بموتور، هنا كتسمى خطا وتقدر تخرج من السباق كاع. ثانيا ممنوع تجاهل الاعلام، اي علم تعلق قدامك في الساحه ديال الحلبه خاصك تحترمه وتدير به. ثالثا خاص كل الفرق تحترم اللوائح التقنيه، مثال المحرك والوزن والوقود. اذا الدراجه ما كانتش قانونيه فالفريق كيتعاقب كامل. بمعنى اخر الموتو جي بي عندها نظام عسكري صارم، اي خطا صغير يقدر يضيع الموسم كامل على الدراج. زائد ماشي غير انت بوحدك اللي كتحكم في الاخطاء ديالك، فراه حتى الطاقم ديالك يقدر يطيحك في بعض الاغلاط. شنو هما الاخطاء اللي يقدر يحطك فيهم الطاقم ديالك؟ الخطا الاولاني هو اذا شي واحد دخل المسار بلا اذن، اذا دخل الحلبه بلا اذن. الخطا الثاني تبديل الدراجه بطريقه غير قانونيه. والخطا الثالث تلاعب تقني، يعني الموتور ديالك كيهز 1000 سي سي انت غادي تزيد له في الحجم ديالو، يعني غيولي 1200 سي سي ولا 1100. اخر خطا عندنا اللي هو التاخير في التحضير، يعني الناس كامله شدات بلاصتها في السباق باش تنطلق، انت باقي ما كاينش اصلا في داك السباق. السلبيات اللي تقدر تجني من هاد الاخطاء هادو هو ان بزاف ديال الشركات ما غاديش يسنيو معاك. علاش؟ حيت انت اصلا داخل معطل الحلبه، بزاف ديال الاخطاء كدير، الطاقم ديالك كيدير بزاف ديال الاخطاء، شكون هاد الشركه هذه اللي غادي تبغي تسني معاك؟ واش فهمتيني؟ زائد السلبيه الثانيه غتولي ضعيف في المنظور ديال الجمهور، في المنظور ديال المسابقين. هادو كانوا هما اهم المعلومات looking like he wasn't exactly over happy with life on the GP25, but at the moment not even inside the top 10. What about Mark? Down in 17th place. He needs this lap. Over the line goes Mark. Bezzecchi fastest. Marc Marquez up into P3. That's more like it. A 1:43.360 from the 93. Marc Marquez now is the last rider standing in terms of going directly. الجزء الاولاني كيهضر على شنو هو الموتو جي بي، والجزء الثاني هو هذا اللي كيهضر على القوانين ديال الموتو جي بي والمخالفات. الجزء الثالث ان شاء الله غادي يهضر على شي حاجه اخرى، والجزء الرابع فيه بزاف ديال يعني هاد البلايص تكون عامره بالاجزاء ديال الموتو جي بي. وان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم كلشي، وكلشي غادي يفهم ما معنى السباقات الاخطر في العالم. شنو هما هاد السباقات هادو ديما كتشوفهم في التلفازه ما كتفهمش، يعني كتقول هادو شنو هما، كيفاش كيتنظم هادشي، كيفاش هادشي غادي. ان شاء الله غادي نشرح لكم هادشي كله في هاد القناه هادي. اذا تابعونا
وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. ولا عجبك الفيديو خلي معك لايك وكومونتير. تهلاو، نشوفكم في فيديو جاي.